في سؤال بسيط كده ممكن يحدد احنا فين من الوعي النفسي والصحة النفسية، وهو إلى أي مدى أنا قادر أشوف الواقع زي ما هو، مش بشوف الواقع من خلال أحكامي وتخيلاتي وافتراضاتي. حاجات زي هي قالت كذا، لا دي معناها حاجة تاني، هي تقصد حاجة تاني. دي ما ردتش عليا، شكلها متضايقة مني. عندي برزنتيشن بكرة مش هعرف أتكلم، هيضحكوا عليا في أمثلة كتير قوي احنا فيها ما بنكونش شايفين الواقع زي ما هو، ولكن بنبص للواقع من خلال افتراضاتنا والتخيلات بتاعتنا والأحكام اللي احنا بنحطها على الناس وعلى المواقف. فعلشان كده مهم نتدرب على المايندفولنس اللي هبقى اتكلم عنه في الفترة الجاية، ولكن حتى مؤقتا احنا نحاول نبص للواقع زي ما هو من غير ما نحط احكام وافتراضات. عارف ان ده في البداية هيبقى صعب، لان دماغنا اتعودت انها تحط احكام وافتراضات علشان في مخيلة عقلنا ان ده هيخلينا في امان. انا لما اكون عارف ايه هيحصل بعدين، او الشخص ده بيفكر في ايه، او فلان ده قال الجملة دي ليه، فانا كده هبقى في الامان وهبقى جاهز لو ده حصل. ولكن في الحقيقة بيحصل العكس، اننا بنشوه التجربة الانسانية بتاعتنا، ان احنا بنشوف الواقع بصورة غير حقيقية، بنشوفه من خلال تخيلاتنا واحكامنا وافتراضاتنا، وده بيخلينا نحس مشاعر ملهاش اي علاقة بالموقف، بتؤدي لاننا بندخل في مشاكل ما حصلتش اصلا.